بعد ما تشوفوا الفيديو ده مش هتشتروه تاني من برّه. بُصّي يا ستي، هتجيبي كوبايتين دقيق وذرة ملح وشوية مَيّة، بس تنزلي بالتدريج، المَيّة بالتدريج مش مرّة واحدة، لحد ما تلمّي عجينة وتكوّني عجينة تكون ليّنة مش قاسية، غطّيها بقى ترتاح. تكوني مجهّزة حتّة سمنة أو زبدة سيّحيها يعني عايزاها مُذابة. هاتي بقى العجينة بعد ما ارتاحت قسّميها ل4 قطع بالشكل ده، مهم جدًا تغطّي العجين عشان ما يعملش قشرة. بعد كده ادهني السطح اللي أنتِ هتشتغلي عليه من السمنة أو الزبدة وتفردي بالسمنة بالشكل دوّة. تحطي إيدِك في السمنة وتفردي العجين معاكِ لحد ما يتفرد بالشكل ده. عملنا أول قطعة ودي هتبقى القاعدة، ودي القطعة التانية هافردها برضه وهاحط في قلبها الحشوة. الحشوة بقى عبارة عن تشكيلة من الجبن، جبنة تركي وجبنة شيدر وبسطرمة وزيتون وفلفل أخضر. لميت العجينة بالشكل ده فوق الحشوة ورُحت حاطاها في قلب القطعة الأولى اللي قُلت لكم إن أنا عاملاها القاعدة. دي بقى القطعة التالتة وافرديها بنفس الطريقة، وبرضك القطعة الرابعة، وباحط القطعتين الأولانيين في قلب التالتة، والتلاتة بقى في قلب الرابعة، يعني حطيتهم كلّهم في قلب بعض. هتسيبيها ترتاح في الصينية لمدة 5 دقايق، بس طبعًا بتكوني ماسحة أرضية الصينية بحتة سمنة، وبعد كده هتفرديها بإيدِك بالشكل ده، هتدخّليها الفرن على الشبكة، هتطلع معاكِ بالجمال ده، طعم وريحة خطير هو فعلًا.